في سؤال بسيط بس كلنا بنحاول ان احنا نهرب منه طول الوقت. انا ليه بحس اني مش كفاية؟ يعني مهما عملت مهما حاولت دايما في صوت جواك بيقولك في حد احسن منك، في حد سبقك، في حد شايفك عادي. وده بالظبط اللي بيتكلم عنه كتاب قلق السعي الى المكانة للآن دو بوتين. كتاب فلسفي جدا بس بيتكلم عن حاجات احنا بنحس بيها كل يوم، وهي اننا عايزين الناس تشوفنا مش بس كأشخاص، لا كحد مهم. الجزء الاول بيكلمك عن فكرة المكانة. الكتاب بيقولك ان فكرة المكانة زمان كانت بسيطة، كان اللي معاه ارض هو اللي ليه مكانة، واللي في طبقة النبلاء هو اللي بيحترم. لكن دلوقتي الدنيا بقت مفتوحة، ممكن يبقى حد، وده مهم جدا، بس في نفس الوقت من غير ما يقصد خلق ضغط مش طبيعي. يعني بقيت تحس ان انت ممكن تبقى عظيم وسهل انك تبقى عظيم، فلو انت ما بقتش عظيم فعلا فبتحس ان انت فاشل. والجزء التاني من الكتاب بيقولك ليه احنا بنقارن نفسنا اصلا. الآن دو بوتون بيقول ان احنا بنقارن نفسنا مش باللي بعيد عننا لكن باللي قريبين مننا. يعني مش بتغير من الملياردير اللي في بلد تانية، لكن من ابن جارك اللي بقى مشهور على السوشيال ميديا، من صاحبتك اللي اتجوزت، من صاحبك اللي سافر، من اللي شبهك في كل حاجة بس سابقك بخطوة. وده اللي بيسميه الكاتب التهديد بالمقارنة القريبة، ان اللي حواليك مش بيسيبوك تعيش براحتك، بتفضل دايما تحس انك لسه موصلتش. الجزء الثالث اتكلم الكاتب عن فكرة الاعتراف. اكتر حاجة بتوجع الانسان انه يحس ان محدش شايفه. الكاتب بيقول ان احنا مش بندور على الفلوس ولا على الشهرة، احنا بندور على الاعتراف. الاعتراف انك تستحق، انك مهم، وانك مؤثر. بس المأساة ان الاعتراف دوت بيجي من بره، من الناس، ولما الناس تسحب دوت منك فبتحس ان انت وقعت فجأة. بس الحقيقة اللي الكاتب عايز يوصلها ان الناس اصلا مش بتكرهك، هما بس مش فاضيين يشوفوك. كل واحد غرقان في خوفه، وفي مقارنة تانية هو نفسه اصلا بيعاني منها. يعني اللي انت بتغير منه هو عايش نفس احساسك بالظبط، ان هو شايف نفسه ان هو متأخر عن حد تاني. الجزء الرابع الكاتب بيقول لنا عن الحل الفلسفي. دو بوتون مش بيقولك بطل تهتم، هو بيقولك اختار الناس اللي انت عايز تديهم الاعتراف دوت. يعني لو كان اهتمامك بالناس اللي اصلا هم مش مهتمين بيك هتعيش طول عمرك تايه، بس لو لقيت معناك جوه اللي بتحبه فعلا ساعتها هتحس بالقيمة حتى لو محدش شايفك. القيمة الحقيقية مش في اللايكات، القيمة في اللحظة اللي بتبص فيها لنفسك وتقول انا عملت اللي بحبه حتى لو محدش شايفني. الجزء الخامس الكاتب بيودينا لنظرة أعمق شوية. الكاتب هنا بيشرح فكرة جميلة جدا، بيقول إن الإنسان فيه جوهرة، إن هو عايز يحب، والمكانة هي الطريقة الحديثة اللي بقينا نطلب بيها الحب. يعني لما تنجح وتبان انت ساعتها مش بتدور على الإعجاب، انت بتدور على قبول، على حضن رمزي في العالم. بس لما تفهم بقى ان الحب دوت مش بيتقاس بالمكانة هتبدأ تهدى وهتبطل تقارن نفسك، هتبدأ تبني حياتك حوالين المعاني مش المظاهر. في النهاية دو بوتون بيقولك جملة في آخر الكتاب مهمة جدا: الراحة الحقيقية مش إنك تبقى في القمة، لكن إنك تكون في سلام في المكانة اللي إنت عايش فيها. وممكن أنا أزود عليها حاجة بسيطة، إنك مش محتاج الناس تشوفك، إنت بس محتاج إنك تشوف نفسك بوضوح. لما تكتشف كده إنت هتعرف إن إنت عمرك ما كنت أقل من حد، إنت بس كنت مشغول إنك تثبت العكس. وبس كده، لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. أنا البوصلة، سلام.